مساء الفل. الاهلي محظوظ في افريقيا. الاهلي محظوظ في افريقيا، بس في فرق لما يكون واحد محظوظ وماشيه معاه، واحد تاني بيستغل الحظ اللي يجيله ويدوس عليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاهلي في المجموعات شال 5 من سان داونز، فقلنا خلاص الاهلي والزمالك الاتنين هيصيفوا ونطلع احنا الاتنين ايه بره السنه دي ونريح خالص. جه ماتش الهلال، الواد بتاع الهلال ضيع البلانتي. الاهلي دي فرصه حظ الاهلي ان هو يرجع تاني للبطوله بعد ما كان خلاص البيلين ده هيجي. الاهلي بره الايه البطوله، البيلين ضاع. الاهلي الماتش اللي بعديه داس كسب اتاهل. ماشي. جه على الرجاء داس عليهم وكسب، والترجي داس عليهم وهيكسب وهيتاهل وهيروح النهائي، مش بعيد كمان قرب من البطوله. طيب، يبقى فين الحظ؟ الحظ الفرص اللي بتيجي وانت تستغلها. عكسنا احنا كزمالك، احنا بيجيلنا فرص وبنضيعها. زي ايه؟ يعني السنة دي احنا معانا الترجي في المجموعة، وقلت ان نسخة الترجي دي هي اضعف نسخة لفريق الترجي من 10 سنين تقريبا. ضايعين خالص. وده يعني طلع صح. مع ماتش الاهلي والترجي، الاهلي كسب 3 هناك في تونس. الزمالك بقى كل سنة اللعبة تحسسك ان هي بتاخد افريقيا ده بصباع رجلها الصغير، وبتكسبها كل سنة ونازلين احنا الستة وناخد على دماغنا ونطلع بره. ليه؟ عشان احنا نازلين بتعالي ونازلين احنا هنكسب افريقيا. عكس الاهلي خالص، الاهلي بينزل هنكسب افريقيا وبيتعثر وبيخسر وبيشيل بالخمسة وتجيله فرصة بيمسك فيها يعدي. معنى كده ان الاهلي كل سنة حلو؟ لا، مش كل سنة حلو، بس لما بتجيله الفرصة بيمسك فيها. ده عكسنا احنا خالص، بتجينا فرص مرة واتنين وتلاتة ونمسكش أي فرص خالص. يبقى في حظ، في حظ، بس في استغلال للحظ اللي بيجي. شكرا.